السلام عليكم البنات. نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبيباتي جبت لكم لا تاع عيد ميلاد بنتي وجدتها في الدار. لا واقفه وحنا موجدينها بمقادير خفيفه ظريفه، خير ما نشيوها برا ب400 ولا 500 نوجدوها في الدار. نبداو حبوباتي الوصفه على بركه الله. نجيبو 5 بيضات بحراره الغرفه تاع المطبخ، نديروهم ونحطوا لهم 150 غرام تاع السكر ونطلعو مليح، ونزيدو 150 غرام فارينه كما راكم تشوفون. نخل بشويه ونحط، ولا هنا درت غرفه تاع القهوه الصغيره بيكربونات، ونجيبو الفوي تاعنا ونطلعو مليح هكذا، نخلطو حتى نتاكدوا بالفارينه تاعنا باللي دخلت في البيض تاعنا، القوام تاعها كامل عاد ما كانش. ولا هنا نجيبو هذا المول اللي عندي، كل واحد واش عنده مول دخلوها طيب. لهنا جبت وحده طابله شيكولا بيضاء تاع الطاليها، نحطوها حبيباتي ونزيدو معاها لا كريم فريش. هذه نص سخناه حبيباتي باه نذوبوا الشيكولا كما راكم تشوفوا. ولي دخلناها حبيباتي في الميكرووند كملت ذوبتها، وباه كملت لا كريم فريش هذه باه نخدموا هذا الغاناج حبيباتي. هذا الغاناج هو اقتصادي حبيباتي، بهذيك لا كريم فريش راهي رخيصه ماهيش غاليه. لهنا درنا هذا الملون الابيض، تقدروا تستغنيوا عليه، وما الاحسن ديروا الملون ليكيد، ما ديروش هذا الغبره فيه واحد الملوحيه حبيباتي. انا ننصحكم نعطيكم الوصفه بالتدقيق واش صرا معايا. نبدا نخلط هذاك الغاناج كيما راكم هكذا تشوفوا. لا حبيباتي كفاكم تزيدوا معاه الشونتيي، طلعوا كاس شونتيي مع نص كاس تاع ماء ونطلعوهم ونخلطوهم مع بعضها. من هنا نفس الطريقه درت للشيكولا، زدت لها قرعه اخرى تاع لا كريم فريش هكذا كما راكم تشوفوا. حطيناهم في الثلاجه حكموا رواحهم واحده 3 سوايع ولا 4، بعد طلعناهم بالباتير يطلع القوام تاعهم شويه، ونزدت لهم حبيباتي كاس شونتي كما قلت لكم مع نص كاس ماء، طلعته وخلطته مع الغاناج الاول هكذا، ونديروا في بوشادوي. ونجيبوا المسكوته تاعنا نشمخوها بالحليب بكونديا واش عندكم حبيباتي، بالسير، وكل وحده واش تحب، ونمشيو كما راكم تشوفوا هكذا الغاناج تاعنا. ولهنا حبينا نديروها بالمكسرات، كل واحد واش تحبوا ديروا الكراميل، كل وحده وذوقها. لهنا هاي كيف رانا نشمخو فيها وراهي دير في الطبقات حبيباتي. الغاناج وحده بلا كريم شونتيه راه ما يكفيكمش تقعدوا عندكم هكذا الطبقات بزاف. هو جا واحد الغاناج البنات بنين هايل ماشي غير شونتي كيما مالفين نديروا شونتي وحدهم، حبيت نفيدكم بهذا الغاناج. هاو الغاناج دوكا الابيض راني نطلع فيه ثاني بالباتر، ودرنا كاس شونتي كما قلت لكم هذاك وخلطوا معاهم. بعد طلع لهنا راهي بنتي اللي راهي تخدم حبيباتي، هي اللي راهي توجد. انا درت المسكوته ويا الديكوري. هو شوف الغاناج كيفاش جا. هذا الابيض نديروه كامل عليها. شوفوا البنات المسكوته هذه بعد ما درنا الغاناج اللي لداخل بيتناها ليله كامله وهي في الكونجيلاتور الغدوه باش ديكوريناها حبيباتي. درناها كامل هكذا وديكوريناها بهذيك لاباط، ودرنا لهنا شويه كريم ملون اسود. اللي قلت لكم البنات ما ديروش الملون هذا الغبره، شريو الليكيد، من الاحسن الليكيد. هذا لهنا في حد الذوق تاع ملوحيه، اول مره جربته حبيت نفيدكم باش ما تزيدوش ديروا هكذا. كانت عيد ميلاد بنتي، كل عام وهي حيه وزاهيه بنتي حبيبتي، ربي يطول في عمرها وعقبال 100 سنه، وربي يفرحني فيها في كل حياتها حبوباتي. نتمنى تجربوها وتعطيني رأيكم فيها. شوفوا هاي هنا بنتي تقطع فيها، شوفوا كيف جاو الطبقات، شوفوا كيف ها هو الجوز على حواشي كيف جات بالمكسرات البنات هايله. ونخليكم حبيباتي ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظروني في فيديوهات اخرين كما عودتكم.